الحر ده. انتي على طول متضايقه، عمرك ما بتبقي مبسوطه. مساء الخير. اهلا وسهلا. عايزين نسال على الدايفنج كورسز اللي عندكم. بالنسبه لحضراتكم ولا الصغيرين؟ لا الصغيرين. لا انا لا. اوكي هي لا. جربوا قبل كده؟ ابني جرب في مرسى علم اظن من سنتين، صح؟ لا 3. طيب احنا نملى الفورمز دي ونشوف. تحبوا تبتدوا امتى؟ صلاح رايك ايه؟ من بكره الصبح على طول. اوكي. انتوا محتاجين تونيز الصيف ده؟ في الحقيقه الموضوع ده مش معايا، مع اخويا الكبير سيف، هو زمانه جاي يعني، عقبال ما نملى الفورمز هتلاقوه جاي. وانا مش قلت مليون مره هو ده مفتوح. سيف، المدام بتسال على ترينيز وعايزين يحجزوا كورس البيجنرز، انا هطلع اشرب سيجاره، تعالى بقى. مساء الخير. مساء النور. انا شايفاكي قبل كده من يومين في الحفله، صح؟ انتي هالة. انتي جايه هنا ليه؟ جايه تختصي؟ لا هلا مراتي. طيب المهم احنا جايين كنا بنسال على الدايفنج كورسز اللي عندكم، وبعدين عرفنا ان انتوا كمان عايزين ترينيز. مش بالظبط، احنا محتاجين حد يشتغل، الشغل الصيف ده تقيل قوي. انا ممكن اساعد في طلوع على المركب، صح؟ داخل سخن انت. في طلوع على المركب بس مش في الاول، يعني محتاج تتمرن شويه الاول عشان ما تغلوش على الناس اللي في المركب. تعرف تعوم؟ بعرف. لا مش قوي. طيب احنا ممكن نجربك يومين. تمام؟ طيب هنفكر وبعدين نرجع لكم. عمر هتفكر في ايه؟ المكان عارفينه وشكله كويس، وبعدين اول مره احس ان صلاح متحمس لحاجه. طيب ماشي نجرب يومين بس. حلو قوي. شوف بقى بطل البدل اللي هناك دي، عاوزك تاخدها بره الحسن. يلا همك. وانت بقى اسمك ايه؟ قلتي انا ايه الحلاوه دي؟ سيف انا لازم امشي. ليه مش فاضلك ساعه شفت؟ لا ما رحاب عايزه تروح بدري فلازم اروح. طب طمنينا لما توصلي. فرصه سعيده. مش مرتاح يا مها ان احنا سيبنا صلاح، ما العيال دي شكلها مش تمام. بص لو على اول واحد اوكي موافقك، بس سيف شكله ديسنت، وبعدين حسيت ان صلاح ارتاح له. مش عارف. ما تقلقش كله هيبقى كويس. انت بقى اللي هتجيب صلاح، لاني معزومه عند طنط دولت مع ماما. لا معزومه ايه؟ انا لازم انزل اتمشى في البلد. اشمعنى المره دي؟ مش فاهمه. بعمل ريسيرش عشان الروايه، مش قلت لك الروايه عن الغردقه؟ انا ممكن انزل اجيبه على فكره. احلى بنت في البحر الاحمر كله. اكشلي في مصر كلها. ايه التواضع ده؟ ما تقولي في الوطن العربي. بعتي لي مسج يقولوا لي انكم وصلتوا. اوكي ويل تكست يو. ثانك يو. اوبا اوبا اوبا. باي باي. كله تمام يا استاذ عمر. رسم القلب ما فيهوش اي حاجه خالص، والتحاليل كلها تمام، يعني ما فيهاش اي حاجه تقلق، بالعكس يعني صحه حضرتك زي الفل. احنا بس هنحتاج نعمل ايكو خلال ال 24 ساعه الجايين علشان نطمن اكتر. اوكي خلاص تمام. نعمل ايكو هنا في المستشفى ولا بره احسن؟ مش هتفرق، هنا او في اي مركز اشعه. اوكي. انا عارفه يا استاذ عمر ان اغلب الناس ما بتحبش تسمع الكلام ده، بس دي غالبا بانيك اتاك، نوبات قلق، اعراضها شبه اعراض الازمه القلبيه. اكيد دي الفتره الاخيره حضرتك اتعرضت لضغط مش متعود عليه، او ستريس في البيت في الشغل. هو اتعرض فعلا لضغوطات كتير الفتره اللي فاتت. اوكي ميرسي يا دكتور. شكرا. الحمد لله سلامتك، الف سلامه يا حبيبي. انا اسف يا مها. اسف. أنا غلطت ومش عارف اللي حصل إزاي. هالة صح؟ مش مهم. جاوب على سؤالي. هي؟ كم مرة؟ كفاية ما. أحب أعرف كنت مغفلة لغاية فين؟ أرجوك كفاية.
انت مش غبي يا عمر. دي مش غلطة. انت خططت وقررت مرة واتنين و10. كنت بتصيف مع الهانم. كل ما اسألك عمر ليه الغردقة كل شوية؟ ريسيرش، الرواية، وكلها حجج عشان تروح تشوف الهانم بتاعتك. انت مش غبي، انا اللي غبية. مش متخيلة ان انا كنت غبية للدرجة دي. ايه ده انتوا قاعدين في الضلمه كده ليه؟ بالراحه عليه يا هنا، هو لسه تعبان. الحمد لله الحمد لله انا كويس. طب الدكتور قال ايه؟ مفيش نقص فيتامينز، هياكل هيبقى كويس، مش قصة يعني. محنون حبيبتي، يلا يا روحي عشان نروح نغير هدومنا. يلا يا روحي، يلا تعالي. اللي حصل ده مش ذنبي كمان. ازاي يعني مش ذنبي؟ ليلى عيلة، لو هي غلطت احنا غلطنا اكتر منها 1000 مرة. انا اللي غلطان. انا اللي ما كنتش اب كويس بقالي فتره طويله. لا بقعد مع الولاد ولا بركز معاهم كفايه. كلنا كنا تعبانين الفترة اللي فاتت. معلش، غلطتي برضه. لازم اتحمل مسؤوليتي عن فشلهم. في حاجه كمان لازم اقولها لك. أنا بقالي فترة بكذب عليك يا ماما، والأوحش إني بكذب على نفسي كمان. أنا مش هقدر أكمل. مش هتقدر تكمل في ايه؟ مش فاهمة. أعتقد لازم نسيب بعض. نسيب بعض؟ احنا ما بقيناش عايزين نفس الحاجات يا ماما. لا ثانية واحدة، ما تقولش احنا دي خالص. يا ريت تتكلم عن نفسك. أنا ما تحطنيش معاك في جملة مفيدة خالص. احنا كنا كويسين لغاية ما انت عملت عملتك القذرة دي. اسمعيني يا ماما، انتي أم أولادي وقضينا مع بعض نص عمرنا. ما أقدرش أخبي عليكي أكتر من كده. لازم أصارحك، دي أقل حاجة تستاهليها. أنا طبعا هفضل موجود لحد ما نشوف هنحل موضوع ليلى إزاي، وأي حاجة عايزاها مني أنا تحت أمرك. إذا تحبي نروح لدكتورة هدى تساعدنا إزاي نحكي للولاد، أنا ما عنديش مانع. لا 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 خالص خالص. أنا عايزة حاجة واحدة بس. عايزاك تمشي وتسيب البيت حالا لو سمحت. مش عايزة تقولي لي حاجة تانية؟ لا يا عمر، عايزاك تمشي وتسيب البيت حالا. انت جبتها هنا في بيتي، في اوضتي؟ انا ما شفتش اكثر منك.